في الفيديو بتاعنا النهاردة هنشرح ازاي نخفي المعادلات. زي ما انتم شايفين المعادلات لما بتدوس مرتين على الخلية بتكون ظاهرة او بتكون ظاهرة فوق خالص في شريط المعادلات. تعال ازاي نتعلم ازاي نخفيها تماما عشان ما حدش يقدر يشوفها او حد ياخد كوبي منها او حد يبوظها. وعلشان نعمل كده لازم نمشي بالخطوات دي. اول حاجة هنختار الخلايا اللي فيها المعادلة، وبعدين هندوس كليك يمين ونختار فورمات سيل. هتظهر عندنا الشاشة اللي قدامنا، هنختار منها تاب أو النافذة بتاعة بروتكشن. هنعلم على علامة هيدن ودي معناها إنها هتخفي المعادلات، وبعدين بندوس أوكي. كده المعادلات المفروض إنها اختفت. لازم بس نعمل بروتكشن للشيت، وعلشان نعمل بروتكشن للشيت تعال نشوف ازاي. هنروح فوق للقوائم وهنختار منها ريفيو، هنختار منها بروتكشن شيت، وهنقول له لو انا عايز اضيف باسورد هضيف باسورد، لكن لو مش عايز اضيف باسورد هنزل تحت وادوس اوكي على طول. وبكده يبقى الشيت بتاعي معادلاته اختفت. زي ما انتم شايفين مفيش اي معادلات، ودي حركة صعبة في الاكسل تقدر تتعلمها في اقل من 60 ثانية. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ما تنسوش تتابعوا بقية فيديوهاتنا على قناة اليوتيوب. شكرا لكم.